لما اجي اكلمك عن احدث التطورات الحربيه هيجي في بالك طيارات مسيره، اسلحه ذكيه موجهه، تكنولوجيا تجسس بقى ورادارات خارقه، روبوتات عسكريه مثلا وطيارات خفيه وحل اليدويري. لكن ماذا لو قلت لك ان واحده من التطورات الحربيه في ال50 سنه اللي فاتوا واللي اثبتت كفاءه غير عاديه في الاباده الجماعيه هي الحرب على الاطفال؟ ايوه انت سمعت صح، ودي مش مبالغه مني، لو مبالغه هقول لك صدقني. ده كان تقرير للصحفيه الامريكيه روبن رايت في مقالها في مجله ذا نيويوركر، الطريقه الجديده للحرب قتل الأطفال. هنرجع للمقال ده كمان شوية، لكن خلينا الأول نروح ليوم 9 ديسمبر. اشمعنى يا اخونا 9 ديسمبر؟ عيد جوازك ولا ايه؟ يوم 9 ديسمبر ده هو اليوم العالمي لتكريم ضحايا الإبادة الجماعية والتأكيد إنها ما تحصلش تاني. بيروحوا يعني يولعوا شمع وكده على مقابر الهنود الحمر، حاجة زي كده. بس لسخرية القدر في اليوم ده في 2023 شهداء غزة في آخر حرب وصل عددهم 17700 إنسان، أسوأ موجة إبادة جماعية في التاريخ الحديث لسه شغالة عادي، والعالم حتى ما عملش منشن في اليوم العالمي ده. أكتر من 40% من الشهداء أطفال، وعددهم تجاوز الأطفال اللي ماتوا في كل الحروب القريبة، أوكرانيا وأفغانستان والعراق وسوريا وباقي مناطق النزاع، يعني بمعدل 136 طفل بيتقتلوا كل يوم. المعلن إن إسرائيل بتحاول القضاء على والمدنيين بيموتوا بأخطاء جانبية للهدف الأسمى اللي هو الحقيقة إن إسرائيل عارفة كويس قوي هي بتخلص على مين. مرتكبين جرائم الإبادة اللي نادرا ما بيحاكموا، ولو اتحاكموا بيتهموا بتهم أقل. لو دخلت على جوجل عشان تجيب صور ليهم وكتبت جرائم إبادة هتلاقي بيعرض لك الحوادث اللي حصلت بس في أفريقيا. غريبة، كأن أمريكا وكندا دول ما قاموش على جرائم إبادة فجايبين صور من بره. ما علينا، ده شكلهم بالمناسبة. المجرمين دول بيستهدفوا الأطفال لأن الإبادة مش بس مجرد قتل جماعي، لكن هدفها تدمير النسيج الاجتماعي والمادي والأخلاقي اللي بيربط المجتمع ده من الناس ويعرفهم كمجموعة، بحيث ان المجتمع الفلسطيني ده يزول. جريمة عرقية وعنصرية زي ما الكتاب بيقول. نرجع تاني للمقال اللي بتحكي في الصحفية الأمريكية ان سنة 94 في الليلة اللي ارتكبت فيها الإبادة الجماعية في رواندا ضد قبيلة توتسي، ودي قبيلة الأقلية في رواندا، خرجت محطة إذاعية اسمها ميل كولينز برسالة بتقول فيها: لقتل الفئران الكبيرة عليك أن تقتل الفئران الصغيرة. يعني ان قتل الكبار مش كفاية، لازم نقتل الأجيال القادمة من الأعداء، يعني ولادهم. الصحفية بتقول ان الاستراتيجية دي لسه مكملة في الحروب الحديثة، لدرجة ان في الحروب اللي حصلت خلال 10 سنين من سنة 85 ل 95 عدد الضحايا من الأطفال كان أكتر من الجنود اللي ماتوا في الحروب. متخيل الفجاجة؟ ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جراسا ماشيل بتقول في تقرير ليها بعنوان الأطفال في الحرب إن الأطفال مش بيقعوا في مرمى النيران بس، لا دول ممكن يكونوا أهداف محددة. تصرف بالبشاعة والدموية دي العالم تخلى عنه من قرون. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي المقاتلين في الحرب إنهم ما يقتلوش لا طفل ولا امرأة ولا شيء ولا مدنيين ما شاركوش في القتال. طبعا مش بقيم الحج على بحديث النبي، لكن ده مبدأ أخلاقي وإنساني العالم كله تقريبا متفق عليه في العلن، لكن مش بينقضه إلا لما بتسود الانتماءات العرقية وينشأ منطق خطير من التفوق العرقي، إن الإنسان الأبيض أفضل من الإنسان البني، واللي بيؤدي بطبيعة الحال للتطهير العرقي والإبادة الجماعية في عملية لا يمكن مقاومتها أو التفاوض معاها بأي منطق، زي اللي بيحصل من عشان غزة تبقى أخطر مكان للحياة كطفل، وقبلها لبنان لما اجتاحت وقتلوا مئات الأطفال بالقنابل العنقودية، وقبلهم أفغانستان اللي اتقتل فيها أكتر من 135 ألف طفل ألغام الأمريكان. فما تخليش حد يسرح بيك ويقنعك بالسردية الصهيونية ويفهمك إن ده ذنب حماس وإن جيش الدفاع الإسرائيلي مش بيبادر بالهجوم إلا لحماية شعبه. اللي بيحصل في غزة مش حرب بين طرفين، دي إبادة جماعية وعمياء من طرف وعنصري عايز يدمر كل اللي مخلي المجتمع مجتمع للأبد ويحوله لأفراد متفرقة خايفة على حياتها، زي ما حصل مع الشعوب الأولى في كندا على إيد المستعمرين البيض. أنا وإنت لما بنواجه مشكلة زي البطالة ولا غلاء الأسعار ولا حتى شوية إحباط، وبرغم إننا لسه عايشين في أمان الحمد لله، هو نسبي بس أمان، لكننا بنخاف نخلف طفل في العالم ده عشان ما يتعذبش أو ما نقدرش نوفر له حاجة. فتخيل إحساس الأهالي هناك اللي عارفين إنهم بيخلفوا شهداء، مش أطفال جعانة أو ناقصة تعليم، لا شهداء. استهداف الأطفال والنساء كأنه تعقيم قسري لمجموعة من الناس عشان ينهوا النسل ده في كام سنة. الصهاينة بيشتغلوا على المدى البعيد، ما تتوقعش تنتصر عليهم بحلول على المدى القصير. كمل مقاطعتك، شارك عنهم، احكي لكل العالم عن اللي بيحصل، شير الفيديو ده وابعته لكل اللي تعرفه، وما تستسلمش. اللي الصهاينة مش عارفينه ان استهداف الأطفال زيه زي باقي استراتيجياتهم خايبة وجبانة، مش هتحقق لهم نتيجة ولا هتبطئ من مسار دولتهم المحتوم بالفناء. أطفال غزة أقوى من لواءات جيشهم، ونساء غزة ما خلصوش زي ما قالت البطلة الفلسطينية. بعدين يعني زي ما حكوها النسوان ما خلصوش، راح نضلنا ننجب أطفال وننجب يعني رجال أقوى من اللي راحوا وأشجع من اللي راحوا. ربنا ينصر أهلنا وأطفالنا في غزة ويحقن دمائهم ويسامح قلة حيلتنا وقصر إيدينا في الدفاع عنهم. من ناس زيهم هذول الجبنة ما خافش منهم، زي الفيران
يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات، يبقوا يتزروكوا بين الدبابات، خايفين منا إحنا يعني مدنيين، بس هم إرادتهم ضعيفة، خوفهم لدرجة الجنون، يعني مش طبيعي عندهم الخوف. إحنا ما بنخاف منهم، شو ما عملوا فينا ما بنخاف منهم. أسلحتهم نزلت علينا زي المي، لأنها نزلت من إيدين فاشلة، نزلت من إيدين خايفة، من إيدين مرخية.